السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. النهاردة بنقول لك طرق المواصلات والحياة يعني بقيت صعبة، وأصبحت حركة المرور بتسبب معاناة لأغلب المواطنين. وده اللي دعاني أقول لك إن الاعتداء على رجل الشرطة عسكر المرور ده اللي بيبقى واقف، العقوبة 3 شهور، يحبس 3 شهور. يعني انت ما تحاولش تشد راجل مرور ووقفك ان انت مخالف لايا كان سبب المخالفة، ما تحاولش تشد معاه او تعتدى عليه، لان ده راجل شرطي، والاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته بيحبسك فوري 3 شهور. ولكن المشرع حب يحفظ لك حقك، لان فيهم ناس مستفزة وفيهم ناس هي اللي بتبدأ بالغلط والمشادات. فالقانون ما سابلكش انك انت تبقى فريسة ليه، فهو اللي يعمل لك محضر تعدي. قال لك لا، لازم يكون في شهود عيان شافت بعينه، اللي جاي يشهد ده شاف بعينه الواقع وان انت اعتديت على رجل الشرطه. قال لك لازم يكون اثناء تأدية وظيفته، لكن انا الشرطي ده يروح يعمل لي يفرض ضلوعه على جيرانه في الشارع على اساس ان انا راجل شرطي واللي هيعتدى عليه هيتحبس 3 شهور. ده اختصاص بيستفيد بيه في اماكن وظيفته بس. لازم يكون فيه دليل مادي، كاميرات مش كاميرات، تكون جايب ادله وبراهين تثبت اعتداء الشخص عليها. لكن هو المشرع ما اطلقلوش الحريه. طب ده انا كل ما اتعامل مع راجل شرطه يعمل لي محضر تعدي وهتحبس 6 شهور، يبقى نص الشعب هيتحبس. لا، هو انا بقول لك ما تعتديش عليه عشان ده فيها حبس، وبقول لك لو هو حب يلفق لك المحضر ده، ان المحضر ده لازم يكون اثناء تأدية وظيفته، ولازم يكون معاه شهود، ولازم تكون في ادله وبراهين تقطع بيقين انك انت اعتديت عليها. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.